دلوقتي هناخد دودو للدكتور عشان عندها تطعيم. دودو دودو مفيش يا دودو. هنا كنت وصلت للدكتور، كانت دودو خايفة خالص وبتحاول تهرب من البوكس، تستخبى في اي حتة كده مستخبية. كان المفروض ميعاد التطعيم بتاع الديدان بتاعها المفروض بتاخده كل 3 شهور، وجرعة تنشيطية تانية بعد 15 يوم، فهي لازم تاخد جرعة الديدان دي كل 3 شهور. هي كانت المشكلة ان هي بتوقع شعر كتير جدا، فانا بسأل الدكتور هي المفروض ما بعدتش عن ميعاد الجرعة بتاعتها، هي اللي بتوقع شعر كتير كده. فقال لي ده حاجة اسمها قلش، يعني بتوقع شعر الشتاء علشان يطلع غيره في فصل الصيف. فهي كان شكلها خاسس قوي، فخليت الدكتور يوزنها، فلقيت ان ده الطبيعي وانها زايدة كمان 45 جرام. ففي حاجة مهمة جدا للناس اللي بتربي قطط، تاخد بالها جدا من القط، ما ينفعش يخربش ولا يجرح حد لدرجة ان هو ينزل دم، لان بعد الشر عنكو ممكن يجيب سعار. صحيح المرض ده الحمد لله يعني ليه تطعيمات، بس للأمان خدوا بالكم كويس قوي.